عادة أنا شخص مش دايما grounded، مش دايما مركزة في الوقت الحالي. شغل تفكيري معظم الوقت يا إما باللي فات يا إما باللي جاي، وده مش صح أبدا، لأن اللي فات ده خلاص عدى وانتهى ومش في إيدي إن أنا أغيره. إنما الحاجة الوحيدة اللي في إيدي هي دلوقتي. أنا سلمى، والنهاردة التلات، وانتوا بتسمعوا حكاية التلات. من يومين عملت حاجة كان نفسي فيها، وكان بقالي فترة متحمسة ليها، وكنت دايما بفكر فيها، ولكن أول لما عملتها أو بعدها بساعة ساعتين يوم حسيت إن عادي، خلاص الإحساس بالفرحة والدوبامين اللي كان جوايا خلص، ودماغي بدأت تعمل شفت على طول لحاجة تانية، حاجة جديدة أبدأ أخطط لها وأفكر فيها، أفكر في فرحتي لما أعملها هتكون عاملة إزاي، عشان يبدأ الإحساس بالأدرينالين والدوبامين يكيك إن من أول وجديد. وبصراحة استغربتني شوية، ولكن قشطة يعني عديت الموضوع. لحد كده وانا بسكرول على انستجرام لقيت قدامي كوت بتقول You're living the life you've prayed for 5 years ago. انت دلوقتي عايش الحياة اللي انت دعيت بيها من 5 سنين. حسيت ان انا تنحت. عارفين لما حد كده يجي يقول لكم كلمة عنيفة او حاجة عنيفة في وشكم، بس it's the ugly truth، يعني جه قالها كده بدون اي فلترز، بتهات ان واكنه جه لطشكوا بالقلم على وشكوا. ده بالظبط اللي انا حسيته وقتها. حسيت ان الكوت جت لطشتني بالقلم على وشي، وكشخص مش مؤمن ابدا بالصدفة، ومؤمنة بالعلامات، وان كل حاجة ربنا بيحطها لنا قدامنا حتى لو كانت بسيطة في يومنا ليها هدف وليها معنى وليها رسالة. فحسيت ان اكن الكوت دي بتكلمني وبتقولي فوقي شوية وما تقلفيش النعمة. وزي ما انتوا خلاص عرفتوني وعرفتوا ان رياضتي المفضلة هي التفكير، بدأت افكر في كل الحاجات اللي كنت بفكر فيها او بتمنى ان هي تحصل من 5 سنين، وهوب دبل كيك قمت عملت ليست بشوية من امنياتي او الحاجات اللي كنت عايزة اعملها من 5 سنين اللي كان نفسي ان هي تتحقق. بصراحة استعنت بالجورنال القديمة بتاعتي اللي كنت بكتب فيها خواطري وافكاري، حاجات اللي مضايقاني، حاجات اللي نفسي فيها، يعني كانت جورنال عشوائية كده مش بعملها بهدف الجورنالينج، وده حوار تاني. بصيت فيها وخدت منها شوية حاجات اللي كتبتها من 5 سنين 3 سنين على حسب بقى، بس كلها كانت من الفترات. وطبعا لو حلفتلكوا ان انا لقيت فيها الحاجة اللي انا لسه عاملاها من كام يوم فرحتي بيها كانت وقت ما عملتها، بس لقيتها مكتوبة في الجورنال دي، مش عارفة بقى هتصدقوني ولا مش هتصدقوني، بس انا لقيتها هناك. عارفين كنت كاتباها من امتى؟ من سنة، يعني حاجة بفكر فيها بقالي سنة، بس ما كنتش مدركة النعمة اللي أنا فيها، ما كنتش مدركة ان الحمد لله، يعني حتى ولو بعد سنة حصلت حاجة أنا كنت عايزاها، ولو مش بالشكل اللي أنا كنت عايزاه بيها 100%، بس still. فاسمحولي أقول لكم إننا بجد محتاجين نعيد تفكير في حاجات كتير. وانا فاتحه الجورنال دي لقيت حاجه كنت كاتباها وانا في امتحانات ثانويه عامه، ولما قريتها حسيت اني استرجعت كل المشاعر بتاعه اليوم اللي انا كتبت فيه الحاجه دي. اليوم ده كان ليله اخر يوم امتحانات، وكان امتحان الجيولوجيا، وبجد دي كانت من ارخم المواد بالنسبه ليا، كانت بالنسبه لي ارخم من الفيزيكس. وكلامي كله كان محتواه اني شايفه ان بكره ده بعيد، وانه مش هيجي، وان مش حاسه ان انا ممكن اوصل له، وكل الحاجات دي. ولكن فاست فورورد ل6 سنين قدام، بكرة جه وعدى، ثانوية عامة خلصت والجامعة خلصت، وكل الحاجات دي انتهت وبقت في الماضي، وبقت نقطة كده صغيرة، نقطة في بحر. والغريب اني مرجعتش للجورنال دي او للصفحة دي في الجورنال من يوم ما كتبتها، ولما قريتها من كام يوم دي كانت اول مرة انا اقراها من يوم ما كتبتها من 6 سنين. يعني حتى مرجعتش اكتب ان خلصت امتحانات، او ان اليوم عدى، او اني دخلت الجامعة، دخلت كلية كنت حباها، ولا اي حاجة من الحاجات دي. كأن الشخص اللي كان كاتب الكلام ده فص ملح وداب. وبصراحة ده كان مجرد مثال للحاجات اللي انا لقيتها وانا بقلب في الجورنال دي، وانا بقلب جوه دماغي الحاجات اللي كنت بحلم بيها او اللي كنت عايزة اعملها. اكيد مش كل حاجة اتحققت، في حاجات كتيرة ما اتحققتش، ويمكن عدد الحاجات اللي اتحققت كان اقل، ولكن اللي وقفت عنده
ان في اوقات انا كنت شايفة ان خلاص الدنيا بتنتهي، دي نهاية العالم، دي نهايتي، انا واقفة عند الحتة دي وده باب مقفول عمره ما هيتفتح ابدا. واتفتح الباب وعدت المواقف، وموقف ورا التاني ورا التاني ورا التاني، وهي ماشية. يعني استكمالا للأمثلة، زمان وانا صغيرة كنت دايما بقعد اتكلم مع ماما واقول لها ان انا نفسي اوصل للوقت اللي انا فيه كبيرة بس ما عنديش مسؤوليات كتيرة قوي. بمعنى ان انا كان نفسي اخلص جامعة واخلص مدرسة واكون بشتغل، بس ما عنديش بقى مسؤولية بيت، ما عنديش مسؤولية اطفال، اخد بقى الترانزيشن فيز دي شوية، ابقى بروح شغلي وبخرج مع صحابي و I live the life of an adult. وقتها كنت فاكرة ان الناس اللي في اول العشرينات او في نص العشرينات بيبقوا عارفين كويس هم عايزين ايه في حياتهم، بيبقى عندهم عربية، بيروحوا يشتروا الكوفي الصبح قبل ما يروحوا الشغل وكل الحاجات دي. بس ولا حاجة منها طلعت حقيقة غير الكوفي والشغل. بس ستيل ده حاجة كنت بتمناها وكان نفسي اوصلها قوي، وكنت ممكن اقعد ساعات بفكر فيها وبإماجن حياتي قدام هتبقى عاملة ازاي، وانا وصلت دلوقتي حياتي قدام. بس مش هكدب عليكم، فكرتش للحظة ان انا اقول ايه ده، الله الحمد لله انا وصلت اللي انا كنت عايزاه. اكيد في اوقات كتيرة الحمد لله بحمد ربنا عليها، بس اللي انا عايزة اقوله ان احنا ساعات بنسقط، ساعات الحياة بسرعتها ومشيها السريع ورتمها المزعج بالنسبة لي بيخلينا ما ناخدش بالنا ان احنا اصلا كنا عايزين الحاجة دي وان احنا عملناها، بيخلينا ماشيين كده دايما في سباق مع حاجة احنا مش عارفينها، او اتليست بالنسبة لي. فمن الواضح كده ان امير عيد هيطلع مش بيكذب، وان فعلا بكرة مش يوم بكرة ده فكرة، وفعلا بشكل كل حاجة بتعدي. فاللي انا عايزة اقوله ان مهما كان الموقف الصعب او الحاجة الكبيرة اللي بنتمناها دلوقتي حالا واحنا مش شايفينها ان هي بتتحقق، او مش شايفين ان الموقف ده بيعدي، ان هو هيعدي والحاجة دي ممكن تتحقق. ما اقدرش اقولك هي فعلا هتتحقق، بس هي هتتحقق قدام، يا اما هتتخطاها وهتلاقي نفسك ان انت اصلا ما كنتش عايزها وما كنتش محتاجها. ربنا دايما سمعنا وحاسس بينا وعارف احنا نفسنا في ايه وعايزين ايه، ولكن اكيد ربنا بيعمل لنا الافضل. اللي لازم نكون واعيين له شوية ان احنا نكون عايشين في الوقت الحاضر، نخلينا mindful و grateful ونعيش في اللحظة دي. يعني زي ما بيقولوا كده live in the moment، عشان we only live once، احنا بنعيش مرة واحدة بس. فانا لو قعدت طول ما انا عايشة بفكر في قدام، او بلوم نفسي او بلوم اي الاشخاص او ايا كان على اللي فات، ده مش صحي وده مش مريح، وهلاقي فجأة ان عمري عدى وانا ما حسيتش بيه. هلاقي ان حياتي كلها بقت في الذكريات، انا ما عشتش الاوقات الحالية، ما عشتش دلوقتي، لان دلوقتي ده هو الذكريات بتاعت قدام. فانا لو فضلت طول الوقت بفكر في قدام مش هيبقى عندي ذكريات لما اوصل قدام افتكرها. مثال على الحاجات اللي فعلا بتعدي، واظن ان ده مثال لينا كلنا وكلنا حسينا بيه وكلنا مرينا بيه، مش انا بس، وهو كوفيد او وقت اللوك داون والحظر بتاع الكورونا. تالي كلنا واحنا قاعدين في البيت ما كناش شايفين قدام، ما كناش عارفين اللي احنا فيه ده هيخلص امتى وهيخلص ازاي، او هل اصلا هنرجع حياتنا الطبيعية ولا هنفضل طول الوقت بحياتنا اللي from home، شغل from home، دراسة from home، اهلنا بنكلمهم فيديو كول رغم ان هم ورانا في الشارع اللي ورانا. والحياة وقتها ما كانش باين لها ملامح ولا اي حاجة. وادي هو عدى 3 سنين ومقربين على السنة الرابعة، وعدت والدنيا مشيت وخلص الكوفيد والحياة رجعت تاني زي الاول بالظبط، وكل حاجة ماشية عادي. ففعلا كل حاجة بتعدي، فيستحسن ما نشغلش بالنا باللي جاي ونعيش دلوقتي زي ما هو بالظبط. اخر حاجة بقى عايزة اقولها عشان ما اطولش عليكم، اننا محتاجين نعمل حاجتين: نبطل نرومانتسايز الماضي او نفكر في الماضي على اساس ان هو احسن حاجة حصلت، لان الماضي لما كان لسه حاضر كان مليان بلاوي، كان مليان حاجات احنا معترضين عليها، كان مليان حاجات مضايقانا ونفسنا ان هو يخلص بقى ويعدي على خير. فمش اول لما نعدي او يعدي الماضي ده نبدأ نبصله ان هو واو احلى ايام الذكريات، مش شرط خالص. تاني حاجة،
وهي إننا نبدأ نعيش الحاضر ونكون متواجدين بكامل حواسنا، يعني مش جسمنا بس اللي موجود في الحاضر وعقلنا بقى مع الماضي أو مع المستقبل، لأ، نكون بعقلنا وبجسمنا وبكل حواسنا موجودين ونعيش كل حاجة حلوة كنا شايفينها أو وحشة، لأن كل حاجة هتعدي، الحلو هيعدي والوحش هيعدي، مش هيتبقى لنا غير الذكرى، والذكرى دي مش هنعرف نرجع لها لو احنا ما عشناهاش بجد، لأن هي مش هتكون اتخزنت ولا بقت ذكرى، لأن مش هنحس بيها. حاجة أخيرة، إن أنا مش دايما بعمل كده، ومش عايزة كلامي في الحكاية بتاعت النهاردة أو في الحكايات اللي فاتت يحسسكم ان انتوا pressured أو مضغوطين ان انتوا تعملوا كل الحاجات دي. اللي أنا بشاركه معاكم هو مجرد اقتراحات ومجرد أفكار، يعني هي بالظبط حكايات التلات، هي حكايات اللي أنا بمر بيها وبتوقع ان في منكم بيمر بيها معايا، فليه لأ، ليه ما نشاركش بعض؟ بس كده، دي كانت حكاية التلات بتاعت النهاردة. أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى تكونوا استمتعتوا وانتوا بتسمعوها، وكانت خفيفة عليكم زي ما أنا استمتعت جدا وأنا بسجلها، وكانت خفيفة عليا جدا جدا.